معي عبر الهاتف الآن ينضم إلينا السيد محمد بركات، وهو رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، سأستفيد من حضورك معنا لأسألك عن القطاع المصرفي في مصر، خاصة وأنه ربما مصر أكثر من شهد التقلبات بالفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي، والبنك أو القطاع المصرفي تحمل عبئا كبيرا لناحية أنه كان المقرض للدولة للحكومة بالوقت اللي كانت بحاجة إلى تمويل، فكانت تصدر أذون الخزانة ويكتتب بها المصارف المصرية. هل لك أن تعطينا جولة أفق كيف هو الوضع اليوم بالنسبة للقطاع المصرفي المصري لناحية الائتمان مقارنة مع كم من محافظ المصارف المصرية هي بأذون خزانة مكتتب فيها بأذون خزانة مصرية؟ لا، هو طبعا الحقيقة ان يعني حصل اصلاح مصرفي على مدى ال10 سنين اللي فاتت، خلت البنوك من ناحية معدلات كفاية رأس المال، من ناحية نسب السيولة، من ناحيه مراكزها الماليه بصفه عامه في وضع سمح لها الحقيقه ان هي وقت الازمه الماليه سنه 2008 انها تجتازها بدون اي مشاكل. وطبعا من وقت الثوره من 2011 احنا داخلين على تقريبا 3 سنين، الحمد لله ان البنوك في وضع من ناحيه زي ما قلت كمراكز ماليه، من ناحيه الملاءه ما فيش يعني تم احتواء بالكامل لفجوه المخصصات، معدلات كفايه راس المال، نسب السيوله. اما بالنسبه لموضوع الاذون بالنسبه للبنوك، هي البنوك بتوظف فيها فائض السيوله، يعني احنا الاولويه بالنسبه لنا ان احنا نقرض لمشروعات والاستثمارات والتمويل تجاره، لكن لما ما بيكونش في طلب كافي من ناحيه الاقراض او فرص انها للاقراض مقبوله مصرفيا، فبيبقى فائض السيوله الموجود البنوك ما قدامهاش غير ان هي بتوظفه في الاوعيه المتاحه سواء لاذون وسندات او بتودع في البنك المركزي كفائض للسيوله، لكن دي مش الاولويه الاولى للبنوك. اكيد استاذ محمد، رح اعود واسالك عن هذا الموضوع، بس ما دمت ذكرت موضوع الطلب على الاقراض لنتحدث بعض الشيء عن الوضع الذي كان سائدا في مصر بالفتره الماضيه. هل الاحداث السياسيه تركت اعباء تجاه زياده القروض المشكوك بتحصيلها لدى القطاع المصرفي ككل؟ هل لك ان تعطينا فكره إذا زادت هذا النوع من القروض المشكوك بتحصيلها بالفترة الماضية، وهل اضطرت البنوك لزيادة المخصصات مقابلها في الفترة الماضية؟ لا، البنوك الحقيقة في الفترة اللي قبلها، يعني يمكن لو كان اللي حصل في 2011 حصل في 2004 كان بقى في عندنا مشكلة كبيرة وقتها، لكن بعد الإصلاح المصرفي فالبنوك الإقراض اللي موجود النهارده إقراض مستوفي من ناحية المخصصات، والبنوك نسب الربحيه فيها زادت في الفتره اللي فاتت، وعندها القدره ان لو حصل تجاوز، ما حصلش طبعا يعني تدهور في المحافظ ولا فجوات زياده من ناحيه المخصصات، لكن يمكن الفرص الاستثماريه الجديده هي اللي ما كانتش متاحه بقدر كافي نظرا للظروف. طبعا هي اخبار جيده جدا. اذا كل العوامل التي حدثت، كل الاحداث اللي حدثت ما نتج عنها زياده بالتعثر بالفترة الماضية؟ احنا الحاجات اللي عندنا، المشروعات اللي عندنا هي ما زالت مستمرة، البلد ما توقفتش، يعني الناس المشروعات مستمرة من ناحية المساكن، من ناحية المشروعات الغذائية، من ناحية التجارة، من ناحية الأسمدة، من ناحية الزراعة، البلد مستمرة يعني يعني ما حصلش تعثر. ممكن السياحة اتأثرت طبعا لا شك، فالسياحه بالنسبه للبنوك انها بتتفهم ان في قوه قاهره بالنسبه لشركات السياحه بتسمح لها انها تعيد الجدوله، والبنك المركزي بيدي المسانده فيها، انه بيسمح للبنوك انها في الحاله دي بتقدر ما بنتخذش طبعا اجراءات قانونيه، لان كلنا متفاهمين ان دي ظروف خارجه عن ارادتهم، يعني يمكن ده اكتر نشاط تاثر سلبا يعني، لكن غير كده التاثيرات الموجوده كلها طبيعيه، والمخصصات دي حاجه مستمره اون جوينج، يعني البنوك على طول ما كان في شيء استثنائي يعني. استاذ محمد، ما كان في اي شيء استثنائي يعني، هذا ما تقصده بالنسبه لموضوع المخصصات؟ ما كانش فيه لا حاجه استثنائيه يعني نقدر نقول بناء عليها تم يعني تأثير سلبي وتدهور في جودة المحافظ الائتمانية وكده. أستاذ محمد، من ناحية أخرى ذكرت أنه بيصير في صعوبة بالطلب، أن يأتي طلب جديد على الائتمان. كيف كان وضع محافظ الائتمان لدى البنوك المصرية بالفترة الماضية؟ هل تراجعت بالفترة الأخيرة بسبب هذا التراجع بالطلب أم ماذا؟
لا هو الحقيقه ده تعوض ان البنوك بقى لها فتره كانت بتؤهل اكتر او بتبني كاباسيتي عشان المشروعات الصغيره والمتوسطه. فالبنوك كلها بقت اجريسيف اكتر من ناحيه الاقراض للتجزئه المصرفيه ديتيل والسمول اند ميديوم، وهي حاجه من الحاجات المهمه جدا لتنشيط الاقتصاد. نعم. المشروعات اللي كانت موجوده في البايب لاين كلها البنوك استمرت تمولها، والمشروعات دي كلها استمرينا فيها كبزنس از يوجوال. في مشروعات كان في كوميتمنت، والمشروعات دي في مرحله انها بتتبني، يعني زي حتى لما بيكون في ظروف نعم. زي الموجوده حاليا سواء في مصر او سواء في المنطقه بصفه عامه، بيكون في اوبورتيونيتيز نعم. في نفس الوقت للي جاي ان هو بيستثمر، وفي حاجات كانت اوريدي البنوك كانت بتشتغل فيها وكانت في البايب لاين، فالبنوك كملت. احنا مولنا مشروعات في الفتره اللي فاتت برغم الاحداث اللي كانت موجوده نعم. استمرينا فيها، والمشروعات دي تحت الانشاء حاليا يعني. استاذ محمد، في امر حصل عليه الكثير من الجدل بالعهد السابق واللي هو فرض ضريبه على مخصصات المصارف، هل لديكم اي مساعي لتغيير هذا الواقع حاليا؟ لا، الموضوع المخصصات كان اتحل الحقيقه بين البنك المركزي بين وزاره الماليه، واللائحه التنفيذيه اتعدلت، لان اللي هي بتعفي المخصصات حسب القانون كان اللي ساعد لحد 80% من المخصصات، فكان في موضوع فرض ضريبه على المخصصات كان هيأثر على البعض منها. المخصصات هنا امر ضروري موجود، والبنوك ارباحها بتخضع للضرائب في جميع الاحوال، فحصل تعديل في اللائحه التنفيذيه عشان يغطي النقطه دي، وفي انتظار ان يكون في كمان تشريع، ما يبقاش بس في اللائحه التنفيذيه، يبقى اعاده نظر في التشريع نفسه بتاع الضريبه. بس هلا البنوك ما عم تدفع هي المخصص، يعني ما عم بتحط جانبا مخصص تجاه عذرا ضريبه، ما عم تدفع هي ضريبه تجاه المخصصات. لا، المخصصات اللي واجب انها تعملها ما بتدفعش عليها ضريبه حسب التعديل اللي حصل في اللائحه التنفيذيه، انهم رجعوها تاني نفس الوضع، فما فيش المشكله يعني مش قائمه حاليا يعني. أنا أشكر مشاركتك معنا أستاذ محمد بركات رئيس اتحاد. كان نقطة اللي أنا طبعا كان أحب إن حضرتك ابتديت الكلام على اتحاد المصارف العربية الحقيقة، وده كان اللي أنا كنت فاهمه من المداخلة كمان على اتحاد المصارف. فطبعا المؤتمر بتاع اتحاد المصارف طبعا هيكون موجود في بيروت إن شاء الله يوم 14 و15 نوفمبر برعاية فخامة رئيس الجمهورية في لبنان. وطبعا في الحقيقة حاجات كلها خاصة بالتطورات بالنسبة للمنطقة والتوقعات بالنسبة للفترة اللي جاية ودور البنوك في اعاده البناء، ودي الجلسات المؤتمر بتشمل الموضوع ده. ما اعرفش لو كان في حاجه محدده، لكن ده المؤتمر طبعا اللي حضرتك ذكرتيه في الكلمه قبل انا ما اكيد ادخل في المداخله دي. نحن على كل كمان استفدنا من كون انه في هيدا المؤتمر لحتى نستضيفك على العربيه استاذ محمد ونفهم منك اكثر عن الوضع القطاع المصرفي المصري. بس نحن بنتمنى لكم التوفيق للمؤتمر الذي سيحدث في بيروت. شكرا جزيلا لك استاذ محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربيه ورئيس بنك مصر.